السلام عليكم. استكمالا للجزء الأول من كيف تكوني مثيرة في 10 خطوات، وانطلاقا من مبدأ اعمل خير وارميه البحر، بس الأهم اتأكد ان في فولورز كتير شايفينك وانت بترميه في البحر. معكم الجزء الثاني. دلوقتي احنا بدأنا بالضز، الحاجات اللي المفروض تعمليها، وإدراكا مني لخطورة الموقف دي الحاجات اللي المفروض ما تعمليهاش. عارفة الجميل تتلخبطي بين الحاجات اللي المفروض تعمليها وما تعمليهاش، فتلبسي الاتنين في بعض، مش ممكن. هتعملي شغل عالمي، فنادق فنادق. ركزي وعليه مع الدونتس. stay away from، لا تقتربي من الآتي. 1، بلاش نأفور في الموضة، يعني نحاول نعرف ايه بيليق علينا ونلبسه. بلاش الكتير، كتير بهرجة، نو بلاش كتير من اي حاجة مضر. 2، عن تجربة في بعض المصطلحات الدخيلة على اللغة اللي أنصحك لو أنت بتقوليها طبعا تتوقفي فورا، وتضم تلك الألفاظ حاجات على شاكلة النبي، استغطى، كبرت، استعشى، تمثيليه الى اخره. طبعا دي رساله موجهه وانتوا عارفين نفسكم يا بتوع استغطى، مش هقول اكتر من كده. 3، وانتوا مع بعض في مكان عام ما تقوليش لا مؤاخذه رايحه الحمام. خلينا نرجع للزمن الجميل. لا مؤاخذه رايحه اصلح مكياجي، لا مؤاخذه رايحه اصلح مكياجي. بالتدريب كله بيلين. 4، بلاش تنفي وهو قاعد. لا مين اللي هي 4؟ بلاش تنفي وهو قاعد مش اكتر. 5، ذكريات بلطيم المثيرة، واخر مرة شفتي فيها قنديل البحر وكنتي فاكراه جيلي مايول محجبات، عارفة نطرمخ على الحوارات دي. مش عشاني، هو مفيش حاجة عشاني، عشان مصلحتك ولا عشان مصلحتك، كله عشانك، كله عشانك. 6، ما تزنيش، خليكي كول، تماسكي، خليكي كده واثقة من نفسك. فاكرة الجزء الاولاني؟ فرسة عايزة ثبات انفعالي بقى، حاجة فظيعة. 7، من أهم النقط الصراحة، حاولي تصدري له إنك مش مهتمة بموضوع الجواز إطلاقا. مش أنا تقولي لي ليه؟ أقولك عشان هو فاكرك مهتمة. أي ولد فاكر أي بنت هتموت وتتجوز، وبغض النظر إنها بتبقى هتموت وتتجوز، أنت لو صدرتي له إنك مش في دماغك أصلا الموضوع، هيقلق، فهيتخض، فهيفتكر إنك مختلفة، فهيتدبس، فهيجيب علبة الشوكولاتة الباشونيل ام 600 جنيه، والوالد والوالدة على ملا وشهم، ويجوا يخطبوكي. بس الحمد لله تمت، احنا شغل على ماء بيضة. 8، بلاش أسئلة كونية صعبة على غرار بتحبني. ايوه يا ننوسه، طب قد ايه؟ قد البسبوسه. لا ما تحبينيش بالشكل ده. طب ما بحبكيش بالشكل ده، اهو قال لي مش بيحبني. يا ناس يخلصكم كده. طبعا يخلصوا عشان انتي مجنونه. انا قلت لك بلاش اسئله كونيه، ايه الكلام دوت. 9، ما ترغيش كتير فيقلق. اغلب البنات رغايات بغض النظر. شفت بقى اتلخبط قوي في الحته دي. بصي احنا عايزين نصدمه اصلا، في المطلق احنا عايزين نصدمه مش نتجوزه. الفكره انك بالنسبه له لما مش هترغي كتير هتبقي غامضه تمام في نظره كده، هيبقى عايز يكتشفك، بس فسيبيه بقى يكتشفك، يمكن يشارك، محدش عارف. 10، لو غلط في معلومه، طبعا احنا كبنات ما شاء الله ما نتوصلش، انت غلطت مش ممكن. ما علينا، اسمعي مني، اعديها له ببساطه، عشان يجي يوم عليكي يعديلك. ما انت عديها له فيعديلك. احنا مش عارفين، قدمي السبت عشان تلاقي الحد، والدنيا اخد وعطا وموفق راسين في الكلام كده في امثال. ما علينا، المهم عديها له. 11، اخيرا حاولي تتكلمي بلغه قريبه منه، يعني مثلا شوفي هو ستايل بابي ومامي ولا الحاج والحاجه، وانطلاقا من هناك انطلقي بقى معاه عن رحلة البحث عن شقة بقى لما تشوفوا ما تلاقوا ولا مش ما علينا. المهم بعد بقى كل الخطوات دي والجزئين من كيف تكوني مثيرة في 10 خطوات، أنا عايزاكي تعرفي حاجتين مهمين. 1، كلهن جميلات. 2، هي بردك قرف. بصي أنا مهما أقولك هي بردك قرف وأرزاق، وأنا بردك هي قرف. غالبا هنضم بردك لقائمة استغطي واستعشي عشان الموضوع خرج من ايدي. ماشي معلش، الحمد لله. طب اوكي، يلا see you later guys, good luck.